عندما نشرب القهوة لا ندخل إلى أجسامنا مجرد مشروب ساخن، بل نطلق سلسلة معقدة من التفاعلات البيولوجية التي تبدأ خلال ثوان وتستمر لساعات. القهوة ليست مجرد عادة صباحية، بل مادة نشطة تؤثر على الدماغ، الجهاز العصبي، القلب، العضلات، والجهاز الهضمي، وتغير طريقة عمل الجسم بالكامل بشكل مؤقت. مع أول رشفة تنتقل القهوة من الفم إلى المريء، ثم تصل إلى المعدة، حيث يبدأ جزء من الكافيين في الامتصاص مباشرة، بينما ينتقل الجزء الأكبر إلى الأمعاء الدقيقة. في هذه المرحلة يتم امتصاص الكافيين بسرعة كبيرة إلى مجرى الدم، وهو ما يفسر لماذا يبدأ تأثير القهوة في الظهور خلال 10 إلى 20 دقيقة فقط من شربها. بمجرد دخول الكافيين إلى الدم ينتشر في جميع أنحاء الجسم دون استثناء، ويصل بسهولة إلى الدماغ لأنه قادر على عبور الحاجز الدموي الدماغي. وهنا يبدأ التأثير الأكثر وضوحاً، حيث يتداخل الكافيين مع مادة كيميائية في الدماغ تعرف باسم الأدينوزين، وهي المادة المسؤولة عن إرسال إشارات التعب والنعاس. عندما يمنع الكافيين عمل الأدينوزين يشعر الإنسان باليقظة، وتقل الرغبة في النوم، ويزداد الانتباه والتركيز. في نفس الوقت يحفز الكافيين إفراز هرمونات التنبيه مثل الأدرينالين، فيدخل الجسم في حالة استعداد ونشاط تشبه إلى حد ما حالة الطوارئ الخفيفة. نتيجة لذلك قد يزداد معدل ضربات القلب بشكل بسيط، ويرتفع ضغط الدم مؤقتاً، ويزداد تدفق الدم إلى العضلات، ما يمنح إحساساً سريعاً بالطاقة والحيوية. تأثير القهوة لا يقتصر على الدماغ فقط، بل يمتد إلى الجهاز العصبي بالكامل. سرعة انتقال الإشارات العصبية تتحسن، وردود الفعل تصبح أسرع، ويشعر الشخص بصفاء ذهني وقدرة أعلى على التركيز واتخاذ القرار. لهذا السبب ارتبط شرب القهوة بالعمل الذهني، الدراسة، والوظائف التي تتطلب تركيزاً عالياً. في العضلات يعمل الكافيين على تقليل الإحساس بالتعب مؤقتاً، وليس لأنه يزيل الإرهاق الحقيقي، بل لأنه يخدع الإشارات العصبية المرتبطة به. ولهذا السبب يستخدم بعض الرياضيين القهوة أو الكافيين قبل التمارين، حيث تساعدهم على الأداء لفترة أطول، رغم أن الطاقة الحقيقية للجسم لم تتغير. أما الجهاز الهضمي فله نصيب واضح من تأثير القهوة. القهوة تحفز إفراز أحماض المعدة، وتزيد من حركة الأمعاء، ولهذا يشعر بعض الناس بالحاجة إلى دخول الحمام بعد شربها. بالنسبة للبعض يكون هذا التأثير مفيداً، لكنه قد يسبب تهيج المعدة أو حرقة لدى أشخاص آخرين، خاصة عند شرب القهوة على معدة فارغة أو الإفراط فيها. القهوة تؤثر أيضاً على الحالة النفسية والمزاج. في الجرعات المعتدلة قد تحسن المزاج وتقلل الإحساس بالاكتئاب الخفيف، لكنها في الجرعات العالية قد تؤدي إلى القلق، التوتر، العصبية، ورعشة اليدين، لأن الجهاز العصبي يصبح في حالة تنبيه مفرطة. ومع مرور الوقت يصل الكافيين إلى ذروة تأثيره في الجسم، وهنا يشعر الإنسان بأعلى مستوى من اليقظة والطاقة. لكن هذا التأثير لا يدوم. بعد عدة ساعات يبدأ الجسم في تكسير الكافيين داخل الكبد، وتقل نسبته في الدم تدريجياً، ومع انخفاضه يعود الأدينوزين للعمل مرة أخرى، وقد يظهر ما يعرف بهبوط الطاقة أو الكراش. في هذه المرحلة قد يشعر الشخص بالتعب، الصداع، قلة التركيز، أو الرغبة في شرب فنجان قهوة آخر. ومع التكرار اليومي قد يعتاد الجسم على الكافيين، فيحتاج الشخص إلى كميات أكبر ليشعر بنفس التأثير، وهو ما يعرف بالاعتماد أو التعود. التوقف المفاجئ عن القهوة بعد الاعتياد عليها قد يؤدي إلى أعراض انسحاب، مثل الصداع، التعب، تقلب المزاج، وصعوبة التركيز، لكنها أعراض مؤقتة تختفي خلال أيام. القهوة في حد ذاتها ليست ضارة، بل تحتوي أيضاً على مضادات أكسدة مفيدة للجسم، وقد ارتبط استهلاكها المعتدل بفوائد صحية محتملة، لكن المشكلة تبدأ عند الإفراط أو عند تجاهل استجابة الجسم الفردية لها. في النهاية القهوة ليست عدواً ولا مشروباً سحرياً، بل أداة. فنجان واحد قد يساعدك على التركيز وبدء يومك بنشاط، بينما الإفراط قد يحول الفائدة إلى ضغط على الأعصاب والجسم. الاستماع لجسمك، معرفة توقيت الشرب، والاعتدال في الكمية هو ما يحدد إن كانت القهوة صديقك أم عبئاً عليك.